من امبارح يا جماعة وأول امبارح بعد الواقعة دي ما حصلت وأنا ما قدرتش أخرج من البيت، وكمان ما عرفتش أنام. يعني يمكن في ال 48 ساعة دول الواحد نام ساعة أو حاجة ومتقطعة كمان. كمان حصل موقف بعد ما روحت اتفاجئت بيه، وده بصراحة يعني هزني برضو جامد قوي يعني. وكنت عايز أطلع أتكلم في الموضوع ده امبارح، لكن ما قدرتش وكنت خايف برضو يعني اتكلم فيه و... واقول ايه برضو. يعني الناس ممكن تقول عليا مثلا مجنون، ولا تقول عليا يعني مش عارف. لكن انا مش عارف بقى يعني مش عارف يعني اتصرف ازاي. بس انا هقول لكم برضو اللي حصل. يعني كان اخر حاجة ان انا بعد الموضوع ده والواحد هدي شوية كده وقدرت اتمالك اعصابي، روحت الحمد لله، روحت بالسلامة. وبعد ما روحت دخلت البيت أو الشقة، وأنا يعني أنا قاعد لوحدي، يعني أنا ساكن لوحدي في الشقة. بشوف المحفظة، لقيت المحفظة ما فيهاش ولا مليم. كل الفلوس اللي في المحفظة راحت. الكروت والورق وكل حاجة موجودة زي ما هي، والفلوس اللي كانت موجودة كلها بعد ما روحت على طول لقيتها مش موجودة. يعني ما رحتش في حتة، ما جبتش حاجة، أنا يدوب يعني كنت عايز أروح بأي طريقة وخلاص. الفلوس راحت برضو. هل الفلوس دي راحت في الواقعة نفسها، ولا ده يعني جن حرامي، ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. ولا يعني انا دماغي بصراحة مشتتة، رايحة في مليون اتجاه. يعني هل ده زي ما بنقول جن حرامي، ولا ده يعني كائن فضائي، ولا ايه بالظبط؟ على فكرة يعني الحمد لله انا شخص محترم. يعني كل الناس المحيطة بيا واللي عارفاني الحمد لله عارفاني كويس، وبصلي، وراجل كبير يعني متزن، مانيش يعني مش عيل صغير ولا حاجة. أنا عندي يعني ماشي في 39 سنة، وحتى السجاير ما بشربش سجاير، يعني يمكن بشرب شاي بالعافية يعني. والحمد لله يعني نعرف ربنا كويس، وبنقول أذكار الصباح والمساء. لكن اليوم اللي حصل فيه الواقع ده كنت أول مرة يعني ما أصليش المغرب أو العشاء. مش عارف يعني.